السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو باشا طيبين؟ معكم مرتضى القيام. رجعت لكم بفيديو جديد. صار هواي ما منزل فيديو. جبت لكم بهذا الفيديو تصميم تاون هول 9. هو للحرب، هو تقدر تجمع بيكوش وتقدر للموارد، يعني شيء حلو صراحة. عجبني التصميم، لكن نفس الشيء انه في شيء غريب ما اعرف وش صار في الجيم. ما اعرف والله، ما اعرف انه بس دخلت على اللعبة صار اللعبة والله شيء غريب. خطة كلها الخطة رايحة خربانة. اوكي بس نرجع الخطة القديمة. نرجع الخطة القديمة، نرجع على الخطة الجديدة. اوكي هاي هي الخطة الجديدة. الخطة ترى جمع فيها موارد ورفعت فيها كوس. وصلت للكريستال مع انه انا ما احب الكوس، بس يعني دخلت البيت جوا يهجمون يحصلون اي نجمة 4 كوس يعني. بس انها تفيد الحرب، تفيد شي. طبعا الخطة ما اقدر اسويها امامكم لان طول، مثل ما قاعد تشوفون سردش الهاي مرة زعجتني. اوكي هذه الخطة مرة جميلة. تلاحظون هنا الفخ مهم جدا، مكانه مهم. لأن دائما اللي يهجم دائما ينزل على الموتور، لكن ما يقدر يوصل للموتور لأن بسبب الجنود راح يروحون هنا وهنا. يريد ينزل إذا حرب، يعني حرب كلان، أنصحك تخلي الإير ديفنس هنا أفضل. طبعا هذه الخطة تلاحظ حتى الكلان يعني ما ينسحب بسرعة، تقدر تخلي الدنة في الوسط. هذه هي الخطة. خطة جدا بسيطة، ما محتاج إلى شيء، ونفس الوقت قوية مثل ما تشوفون. هذه الألغام وخطة حتى أنا خالها الحرب أعتقد. هي اوكي أنا كنت خالها الحرب. أيوة هذه بس شوي معدل عليها يعني معدل عليها بالار ديفنس، مدخله شوي جو الموارد خارج القرية يعني، لأن ما يعني الحرب كلانات وش ياخذ موارد زائد التسلات يعني شوي مرجع. الحين هذه هي الخطة فيها الحرب. بدون الحرب خطة جميلة، وتنصح بتجميع الموارد. لا تنسون لايك واشتراك في القناة. إلى اللقاء إن شاء الله استفدتوا بهذه الخطة صراحة جميلة، خطة جدا جميلة زائد الموارد تفضل. إلى اللقاء.